بسم الله الآب الخالق الحكيم الناطق بالكلمة الحي بالروح الإله الواحد آمين. وحلقة جديدة يا أحبائي، والرد على أسئلة الإخوة المسلمين وعلى الذين دعونا إلى الإسلام. هذه الحلقة ستختص بسؤال المسلمين: لماذا تسجدون للصليب؟ أو يعيرون، يقولون أنتم عباد الصليب، وينسون أنفسهم أنهم يتشفعون بالحجر الأسود وبجدار الكعبة وبمضارح الأئمة وغيرها. فسأرد على الأخ الذي دعاني: يا أخي، كشفنا لك من أمرها كشفا يغني عن الإعادة، وأتينا بالحجة الذي تقع هاتان اللفظتان: ومن هو المقيم على الكفر ولا حج لنا إلا على ذلك. أما تخليط فأن الإنسان عدو لما جهل، أعوذ بالله من ذلك، فليس على ما توهمت، فلا تحكم لنفسك ولا تشهد لها ما دام خصمك غائبا، فإن الذي وسمته بالتخليط واشترأت عليه بمثل هذه القول وهو سر الله التي كانت الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون يركضون في طلبه ويرغبون في معرفتها منذ خلق الله الخالق العالم، فلم تكن تعطي منها إلا شيء اليسير، ولم تطلع منها إلا على النذر بالرمز والمستور، حتى جاء الابن الحبيب، أي هو كلمة الله يسوع المسيح السيد، نازلا من حضن أبيه، فكشف لأولياء وأهل طاعته، فألهمهم معرفته ودفعها إليهم كاملا من تعليمه، مشروحا ومفسرا مبينا، وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. هذا جاء في إنجيل متى الإصحاح 28. فآمنوا المؤمنين بالمسيح وقبلوها بالآيات العجيبة، ونحن مقيمين عليها بفضلها ونعمتها إلى انقضاء العالم. أما عن قولكم عبادة الصليب التي لا تضر ولا تنفع، لما رأيتنا من تعظيمنا إياها وتقبيلنا لها وتباركنا بها، فنجيبك أننا نفعل ذلك لما لنا فيه من أمر المسيح، وما جرى به تدبير خلاصنا باحتماله الصليب عليه والموت لأجلنا، فإن النعمة عندنا في ذلك مما لا يبلغه منا وصف ولا يوفي به شكر. والصليب ممثل في هذه النعمة نصب أعيننا، أي موت الصليب، ويحثنا على الشكر المنعم به الذي خلصنا من الموت والشيطان ومن الخطيئة بصليبه المقدس، وإليه نقصد وبه وله نعظم ونبجل، لا الخشب وغيره كما تصنع منها الصلبان، ولو كنا نعظم الخشب كما توهمت لما اتخذنا الصليب من غيره، ولكننا نتخذه من الخشب والذهب والفضة والحجارة والجوار وغيرها، ونخطه خطا ونرسمه بإيماننا. ذلك دليل على أننا لا نقصد بالتعظيم جوار التي تتخذ منها الصلبان، بل هو الذي مات على الصليب، الذي فتح أذرعه مسمرا أياديه من أجلنا. فكيف تنكر علينا تعظيم الصليب وأننا نجد في الكتاب المنزل من عند الله أن الأنبياء كانوا يعظمون التابوت الذي عمله موسى بأمر الله تبارك اسمه، ويسجدون بين يديه. وكان موسى كلما حمل التابوت يقول: قم يا رب وليتبدد أعداؤك، إذ وضع يقول: عد يا رب إلى الألوف وعشرات الألوف من بني إسرائيل. وكان فعلهم هذا بالتابوت تعظيما لله لا للخشب وغيره، فنحن على هذه السنة أيضا في تعظيم الصليب، ونجري فيهم على ما جرى من الأنبياء والأبرار. أما قولك أنك أشفقت علي من النار وجهنم ورضيته لنفسك، فهذا القول
يجيب شكر على ظاهره، فأنت تسأل وتتضرع الله كل يوم في صلواتك الخمسة قائلا: اهدنا إلى الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن كنت مهتديا فقد استغنيت عن التضرع في كل وقت وعند فاتحة كل صلاة أن يهديك، إذ لا معنى لطلبك الهداية وأنت مستغن عنها. وإن كنت لم تهتدي بعد وكنت طالب الهداية فاعلمني منهم هؤلاء المنعم عليهم الذين تسأل ربك أن يهديك إلى صراطهم ويلحقك بهم، وأنت تقول إنك خير أمة أخرجت إلى الناس، وإن الدين عند الله الدين الذي رضيته أنت لنفسك، وأنه لم يقبل غيره من الأديان والهرطقات. هل المنعم عليهم هم المجوس عبدة الشمس والنار؟ فأنت تعلم أن هؤلاء لم ينعم عليهم بالمعرفة التامة، إذ هم لا يوحدون بل يشركون مع الله سبحانه وتعالى معبودهم إبليس. فليست المجوس إذا المنعم عليهم. فأخبرني، هل هم اليهود؟ تبرأ محمد منهم وقال في كتابه فيهم إنهم المغضوب عليهم المرذولون المشتتون بين الأمم، الملقي عليهم الذل والمسكنة، منهم القردة والخنازير الملعونون على لسان كل نبي ورسول. فليست اليهود إذن المنعم عليهم الذين تسأل أن تهتدي إليهم وإلى صراطهم، وما صراطهم بمستقيم. قلت هم عبدة الآلات والعز ويغوث ويعقوب وسائر الأصنام التي كان العرب تعبدها بمكة. فهذا كتابك يناقض عليك قولك قائلا: وجدتك ضالا فهدى. هذا قاله محمد. فالضالون هم عبدة الأوثان، وإذ قال وجدتك ضالا فهدى لأن محمد لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، إنما حنيفا يعبد آساف ونائل الصنمين الذين كانت قريش تعبدهم، ولحابيش أي الأحباش. فلما من الله عليه بمعرفة التوحيد بالسبب الذي ذكرناه سالفا في الحلقات التي مضت، سأل ربه أن يعيذه من الصراط الضالين الذي هم عبادة الأصنام. وتعوذت من صراط المجوس وصراط اليهود المغضوب عليهم وصراط عبادي الأصنام الذين هم الظالمون، فما بقى إلا صراط المنعم عليهم الذي هم النصارى، وهو الصراط المستقيم وهداية رب العالمين المنعم عليهم بالمعرفة الكاملة بالله وكلمته وروحه عز وجل، بالسنن الحسنة والشرائع الروحانية. وما قلت شيء لا تفهم، إنما ذكرتك بما تعلمه، وإلا فهل تجحد حقنا هذا الذي أيدنا وهو نور الإنجيل وهدايته، ما أقر لنا به محمد في قرآنه ولم ينكره. فأمعن النظر في هذا الفصل من الإنجيل، فإن النصيحة واجب على الناس جميعا، وهي على المرء لنفسه خاصة حق، والحق أحق أن يتبع، فلا ينبغي أن تبخس الحق حقه. أرشدك الله إلى الخير وهداك إلى الصراط المستقيم بحوله وقوته الذي هي الديانة المسيحية لكل الذين يسمعون. أما كما قلنا عن عبادة الصليب فإننا نسجد للقوة الحالة فيه، ولكن يأتي المسلم ويسأل في الصليب كان الموت. نعم، الموت كان سببا للقيامة، والقيامة كان سببا للحياة، فإذا الصليب كان سببا للحياة وعدم الموت، فلذلك نقدم بواسطته السجدة إلى الله تعالى الذي فتح لنا به ينبوع الحياة وعدم الموت في ملكوته إلى أبد الآبدين. وللرب المجد والقوة إلى الأبد، آمين. الرب يبارككم ويفتح بصيرتكم. صلوا من أجل أن الراهب المشرقي، والرب يكون معكم، آمين.